بالنسبة للوثائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب. وحينما أقول الصحراء أعني بها الصحراء بين مزدوجتين الغربية والشرقية أيضا. فالصحراء متوفرة لدينا. وهنا أعيد حتى الجواب على صديقي أنه يمكنكم الاطلاع على هذه الوثائق ويمكنكم نشر لأنها مرتبة والحمد لله. منذ غد أنا في انتظارك، فيجب أن تأتي وتطلع عليها. حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضرائب أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهو رصيد جد هام حصلنا عليه من رصيد المعزوزي الذي كان متكلفا بهذا الأمر. هنالك ومن بعد الدول الأخرى أيضا شهد شاهد من أهلها، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا، وهي تنتظر أقلامكم، فنحن في خدمتكم في أي وقت ترونه مناسبا.